الله يرضى الله ابو احمد. بس على اساس الفكره بس الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أيضا الآية الكريمة الاجتماعية من الصداقة والأخوة اللي أنا وجدت منك. الحقيقة أنا يعجز الإنسان، لست متحدثا ويترك الإنسان الحديث لمن هو متحدث. سامحوني إذا أنا أخطيت ولا قصرت في الكلام. تفضل يا أبو تركي، اسمح لنا يا أبو تركي، خلنا وقتك أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أرى السيد الرحمن في جانب التواصل. أنا لا أرى السيد الرحمن ينحصر في جانب التواصل. السيد أيضا له آراء فكري وله آراء اجتماعي يستحق منا أولا الدعاء والتقدير والاستفادة أيضا من تجارب السيد الرجل المعطاء في كل الميادين. أجده فارسا، وأنا قد تكون شهادتي في السيد تكون شهادة مجروحة على مدى 10 سنوات. كان رفيق دربي أيضا، وأنا رفيق دربه في كثير من الأسواق وكثير من التواصل. استفدت منه أيضا الكثير، استفدت منه الصبر، تعلمت منه إكرام الذات، تعلمت منه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أيضا بنقاط سريرة والإخلاص في العمل. سألته حادثة وأعترف أيضا بأن الكلام ليس عن السيد ويقول الواقع في هذه الليلة البهيجة المباركة والتي أبهجتموني فيها بتفضلكم علي بما أمرتموني به مما لا أستحقه. تستاهل يا سيد أكبر. وإنما قمت به من جهد تواضع سواء وطنيا أو اجتماعيا. هذا في الواقع يشرفني أن أكون خادما صغيرا لكل إنسان على أرض هذا الوطن. وإذا تأملنا أيها الأحبة ما ينشده ديننا الحنيف والرسالات السماوية جميعا هو العطاء لجميع بني الإنسان. وهذا ما نشده القرآن الكريم حينما أن يصف بعض الأولياء بحسن عطائهم ويقول ويطعمون الطعام على حبه. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا بهذا طلب من عندي كلمة مختصرة. لن أتوقع الواقع أن هذه القلوب وهذه الضمائر، ولكنكم ضمائر وستقبلون
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين. لا أدري بمن نبدأ التحية ومن نذكر أولا، فقد وضعت في موضع صعب كيف لا وأنا أقف أمام ضامات كبيرة وشامخة على جميع الأصعدة الدينية والعلمية والاجتماعية، ولكن تكون كرما وستقبلون مني القليل، فأكتفي بالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، كلا باسمه وفضله وعنوانه. وأهلا ومرحبا بكم في هذا المكان المبارك وفي هذا المجلس العام بطاعة الله، والذي تعودنا من صاحبه الأخ العزيز الوجيه الكريم الأكاديمية وحيدا من أن يجمعنا دائما وأبدا على الخير وعلى البركة وعلى المناسبات. في الواقع يعني هذه الدولة المباركة منذ أن أقدم والدنا المغفور له الملك عبد العزيز على تأسيس هذه الدولة المباركة، فكان لم ينشد دولة ملكية فحسب، بل كان ينشد دولة رسالية، كان ينشد دولة رسالية الملك عبد العزيز. ولذلك منذ أن قامت، لذلك حينما فتح الرياض قال الملك لله ثم للملك عبد العزيز. أحسنت. ولهذا مفهوم يجب أن يصحح عند الناس، ويجب أيضا للإعلام يكون دور يظهر ذلك، أن ملوك المملكة العربية السعودية ينشدون دور رسالي، وهذا الدور الرسالي تجد أنه قامت هذه الدولة على كتاب الله وسنة رسوله. اللهم صل وسلم. أيضا قامت هذه الدولة على أيضا إقامة شعائر الدين بكاملها، نعم. وليست ترى فقط الحج. ولذلك احنا الآن شوف ننشد، عفوا شوف ماذا تنشد في أقطار، كم من المساجد من بيوت الله اللي قامت بتشييدها قيادتنا الرشيدة وبلادنا هذه البلاد المباركة. أيضا كذلك يعني حقيقة بلادنا هذه البلاد المباركة ليست فقط الحج، وإن كان طبعا الحج لو تأملنا هذه شعيرة عظيمة تعود على كل من يرتاد هذه البلاد بتربية روحية عظيمة. ولهذا أبت هذه الدولة المباركة أن تروج في فريضة الحج ما يشوبها من سموم، وحرصت على أن تعطي ثمارها هذه العبادة من حيث لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حيث أنه الحاج لا يقول لبيك إلا للواحد الأحد، لبيك لا شريك لك لبيك، لا للنفس لبيك، لا للهوى لبيك، لا للأحزاب لبيك، وإنما لبيك اللهم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد